السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كيكة الشوكولاتة، وهنعملها بأجمل صوص في البيت. شايفين الشوكولاتة؟ شايفين الكيكة وارتفاعها؟ ان شاء الله هنمشي على الخطوات. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة بدأت فيها يا بنات ان انا هجيب الخلاط بتاعي، وهبدأ احط فيها 3 بيضات. 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. لو البيض صغير بنضيف 4 بيضات. بنجيب باكت من الفانيليا، كوباية من السكر، كوباية واحدة من السكر. ببدأ أضرب البيض مع الفانيليا مع السكر في الخلاط لحد ما يديني خليط فاتح. الخليط بتاعي يفتح بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هبدأ أضيف كوباية من اللبن. تمام. وعندي كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام. ونضرب برضو الخليط ده كله كده مع بعضه. انا بحب احط الكاكاو مع الخليط وهو بيتضرب. ومعايا كمان كوباية من الزيت. ضربنا كل المكونات دي كلها في قلب الخلاط. بعد كده بنحطها في بولة. تمام. معايا بقى هنا كوبايتين من الدقيق. ومعايا كمان كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف، المتوفر عندك استخدمي. هبدأ انخل الدقيق بتاعي. اهم حاجة في المعجنات او الكيكات نخل الدقيق. انا هنا هنخل كوبايتين وهسيب زي معلقتين كبار من الدقيق. لو الخليط بتاعي احتاجهم هحطهم. وكمان نخلت البيكنج باودر زي ما احنا شايفين كده. تمام. طيب الخليط بتاعي لو تقيل معايا بنضيف معلقتين كبار من اللبن. الخليط بتاعي لو خفيف معايا بنضيف معلقتين كبار من الدقيق. تمام. قلبت الخليط ده كده كويس جدا وهو المطلوب. شايفين انا هنا ما احتاجتش معلقتين الدقيق اللي انا سبتهم. تمام. حلو قوي. بعد كده بجيب الصينيه اللي انا هخبز فيها الكيكه. بحط في الارضيه معلقه من الزيت. بوزعها كويس جدا. بعد كده بجيب معلقه من الدقيق. برضو هوزع الدقيق كويس جدا في الصينيه بحيث ان الكيكه بتاعتي ما تلزقش. بعد كده بضيف الخليط في قلب الصينيه. شايفين سمك الخليط عامل ازاي؟ حلو قوي. لو انتي حابه خفيف عن كده بنضيف معلقتين من اللبن. بس المستوى ده حلو قوي. بوزع الخليط معايا في قلب الصينيه وانا بشتغل. الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 180. الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 180 من قبل ما اشتغل. بخلة باي خله كده وببدا افرغ الكيكه بتاعتي من اي هوا فيها بالشكل ده. من اي فقاعات بتبقى موجودة بنخرجها او بنظبطها، وتكتين على الرخامة، خبطتين كده، وبعد كده بدخلها الفرن. طبعا الكيكة بتاعتي وهي في الفرن ببدأ آه، اعمل الصوص الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة عبارة عن كوباية من السكر، كوباية من اللبن، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ونص كوباية من الزيت. نقول تاني: كوباية من اللبن، كوباية من السكر، معلقتين كبار من الكاكاو، ونص كوباية من الزيت. ونضرب الخليط ده كويس جدا في قلب الخلاط وهيديني صوص شوكولاتة ممتاز. شايفين؟ طيب لو انت حابة خليط الشوكولاتة ده يكون سايح اكتر او خفيف اكتر بنضيف معلقتين من اللبن ونستمر في الضرب. بس كده سمك كويس جدا. شايفه النعومه عامل ازاي؟ تمام. باخدهم بقى بدخلهم على التلاجة. الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، شايفه الارتفاع حلو قوي. طبعا بختبرها بخله او باي عصايه شيشه عندك. طالما العصايه بتاعتي طلعت نضيفه بالشكل ده يبقى كده تمام. الكيكه بتاعتي بسيبها تهدى شويه، مش كتير يعني، مسافه ما تهدى بس. اهم حاجه تكون دافيه علشان الشوكولاته بتاعتي اول ما اضيفها بالشكل ده بتسيح عليها وكمان بتشربها. حلو قوي.
هي خدت معايا مقدار ومعلقتين، يعني طبق من اللي احنا شايفينه ده او اللي كان معانا ومعلقتين، طبعا حسب رغبتك. ببدأ اقطعها تقطيع الجاتوه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، برضو حسب رغبتك. ببدأ بقى اطلعها. شايفين خرطة الجاتوه عاملة معايا ازاي؟ شايفين علوها؟ اول واحدة طبعا بتطلع ما بتبقاش مظبوطة قوي، هشة جدا وجميلة وطرية وناعمة، والصوص مش عارفة اقول لكم. شايفين علو الكيكة؟ اهم حاجة لو عجبتكم طريقتي النهاردة ما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.